السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب، ومتهنيين كده ومبسوطين. كل سنة وانتم طيبين، يعودها عليكم الايام بألف خير يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، النهاردة هقدم لكم منيو اكلات الاسبوع. طبعا احنا عارفين ان النهاردة الاربع، بس انا هقدم لكم المنيو ده قبل رمضان، عشان بعد كده هقدم لكم منيو رمضان. ان شاء الله هتستفيدوا منه. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي، يلا بقى لايكاتكم الجميله وكومنتاتكم الحلوه اللي بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل نصلي بينا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، عملنا بط جميل محمر. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه؟ بجد بقى ما استاهلش لايك على الاكل الجميل ده. طبعا يا حبايب قلبي، انا عملت، كان عندي نص بطايه كبيره حلوه كده، سويتها وحمرتها وعملت جنبها لسان العصفور. دي يا حبايبي بديل الرز البسمتي، ما شاء الله عملتها جميلة جدا بخلطة البهارات الكبسة، وحطيت عليها شوية قرفة وشوية فلفل اسود، وطلعت معانا بالنتيجة الجميلة دي. وفصين توم بعد ما حمرتها، وحبة فلفل ألوان كده، وقلبتهم كده كويس مع بعض وشوحتهم، ونزلت عليهم بشوية شوربة. طلعت معانا جميلة جدا يا حبايبي، وتنفع لعزومات رمضان. وده كان أول يوم يا حبايبي في المنيو بتاعنا الجميل. يلا بقى، الطريقة دي حلوة ووفيرة. بدل الرز البسمتي سعره 60، وده نص كيلو ب10 جنيه. ما شاء الله، وعمل كمية حلوة خالص اتبسطنا منها. وتاني يوم يا حبايبي، طبعا احنا اكلنا امبارح البط والحاجات الجميله والشوربه واللسان العصفور. فطبعا عملنا بقى النهارده طبق بتنجان كده يستاهل بقكم بالدقه. كلوا بقى وما تقولوش لا، والبطاطس والبيض المسلوق وطبق الفول الجميل والجبنه والعيش. وده فطرنا منه يا حبايبي، واتغدينا منه. ما شاء الله، مش كل يوم هناكل لحوم وناكل فراخ. طبعا لازم نعمل فاصل كده بين اللحوم والفراخ. وده كان يوم حلو، انا ما كنتش فاضية فيه خالص، كنت بروق في البيت واشتغلت كتير، فعملت اللقمة البسيطة دي. ربنا يخلي اولادي وجوزي هم اللي ساعدوني في اللقمة الجميلة دي. يلا بقى احط لهم اللايك يا حبايبي كده، لايكات لايكات كده، وارفعوا كده انا عايزة الفيديو ده يعني يبان كده ويترفع للناس كمية لايكات. كل حبايبي ومتابعين ام محمد اول ما يشوفوا الفيديو يحطوا اللايك. طبعا يا حبايب قلبي، في اليوم الثالث عملنا فطير مشلتت يستاهل بقكم. طبعا عملناها بالقشطه والسمنه البلدي كده، كانت مفحفحه، وحطينا طبق عسل وحته جبنه قديمه وشويه مخلل، وعدى اليوم يا حبايبي. فطرنا كمان واتغدينا. انا اول ما صحيت من النوم عملت الفطيره دي، كفتنا ما شاء الله. الفطيره دي يا حبايبي كبيره، دي كيلو دقيق. عملتها الصينيه اللي عندي دي كبيره اصلا، بتاخد حوالي كيلو وربع دقيق. فطيره كيلو وربع، بس طبعا انا عملتها صغيرة زي ما انتوا شايفين. كفتنا اليوم اللي احنا يعني اليوم تالت يوم. فطرنا كمان واتغدينا يا حبايبي، وكان جميل جدا. كان مورق وحلو خالص طبعا. ومش مكلف، كيلو دقيق يا حبايبي، وانا كان عندي القشطة وعندي الحاجات في البيت. ويلا تعالوا على اليوم الرابع يا حبايبي، الكشري المصري الجميل من ايد ام محمد. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ يلا بقى اللايكات الجميلة بتاعتكم يا حبايبي. ايه رأيكم بقى؟ عملنا طبق كشري وطبق دقة وصلصة اهي. لو عايزين تزودوا، انا ما بحبش يعني على طبق الكشري صلصة كتير. الطبق ده بقى انا اللي هاكله يا حبايب قلبي. يلا بقى لايكاتكم الجميلة، ما شاء الله كان جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين، طبعا انا بعمله الكشري كده، بحمر الشعرية وبنزل بالرز والعدس وكله بسويه مع بعضه. وبعدين بسلق المكرونة لوحدها، وبعمل الدقة الجميلة بتاعتنا لوحدها، فصين توم وشوية كمون وشوية شطة وشوية خل، بحطهم كده مع بعض وبديهم غلوة على النار. والصلصة الجميلة بتاعتنا بحمر فصين توم وبنزل بالطماطم وبتستوي بالكمون ما شاء الله. يلا يا معلم، كلوا كده واتبسطوا وحطوا لايكاتكم الجميلة. كان احسن طبق كشري بجد، تسلم ايدي. بجد ما استاهلش اللايك يا حبايبي. يا ريت حبايبي اللي اول مرة يشوف الفيديو بتاعي والقناة بتاعتي يشترك فيها وتشجعوني كده بكومنتاتكم الجميلة. واليوم ده يا حبايب قلبي احنا عملنا فيه سمك مكاريل. طبعا احنا الاسبوع ده ما عملناش فيه غير البط والسمك، وباقي الاسبوع ضيعنا كده، والله كان زي الفل، واسبوع عدى ما شاء الله عليه. جبت سمك مكاريل، سمكتين اهم يا حبايبي، وفتحتهم ونضفتهم وغسلتهم، وحطيت الخلطة الجميلة بتاعتنا، بصل وجزر وفلفل وتوم وكمون وليمون، ومسكتهم كده زي ما انتوا شايفين. غسلت السمكية وفتحتها
وحطيت الخلطة الجميلة بتاعتنا على السمك. بجد كان سمك جميل جدا، بس سعر السمك المكاريل غالي يا حبايبي، بس برضو ما شاء الله بجد كان جميل جدا. وطبق رز وطبق سلطة ومخلل. العيال طبعا ودوا المخلل وودوا الخضار وكل حاجة على الطبلية، فأنا قلت أصور لكم الحاجات دي قبل ما ياخدوها. ما شاء الله. وده كان غدانا يا حبايب قلبي برضو في يوم من الايام بتاع الاسبوع. وهنا يا حبايب قلبي عملت الزبادي الجميل بتاعنا. شوفوا الجمال، شفتوا الحلاوة، بجد جميل جدا. وشوفوا ما فيهوش مية وربط وعامل ازاي. انا كان جبت كيلو لبن وحطيت عليه كوباية زبادي اشتريتها من بره، وغليت اللبن بتاعه وسبته اما بيرد بقى زي دمع العين كده. وحطيت الزبادي ومعلقه سكر وقلبتهم وعبيتهم في الكوبايات زي ما انتم شايفين. ما شاء الله حاجه حلوه خالص والله يا حبايبي، وموفر جدا. كوبايه الزبادي قد كده ب4 جنيه. وعلى ايه؟ انا عملت بالكيلو كميه زبادي كويسه جدا وكوبايه كبيره. ما شاء الله بدل ما اشتريه من بره، واحسن وانضف واوفر من بره بكتير. وكنت عامله زبادي فراوله فاض حته يا حبايبي، انا اوريها لكم. ايه رايكم بقى؟ انا كنت عامله 3 كوبايات على بال ما جيت من بره لقيت الولاد كلوها بالف هنا كده على قلوبهم. شفت يا حبايب قلبي برضو بالفراوله جميله جدا. هو اللبن هي الخلطه هي حطيت معلقه جيلي فراوله قلبتها عليه، ادتنا النتيجه واللون والقوام والحلاوه والحاجه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. شوفوا بجد مش قادره اقول لكم على جماله وحلاوته، متماسك وعامل ازاي. ما شاء الله يا حبايب قلبي. وطبعا هنعوز الحاجات دي للسحور. كل سنة وانتم طيبين. كوباية الزبادي دي مفيش غنى عنها، لازم تكون موجودة يعني في السحور. ما شاء الله. انا عملت كميتي وشلتها في التلاجة، نسحب منها تكفينا 3 4 ايام. يعني هي الزبادي دي ما بتتأخرش، يعني اقل حاجة ليها 4 ايام 5 ايام بالكتير. وما تكتريش، هو كيلو واحد بتعمليه وما بيخلص قد انت بتعملي تاني. ما شاء الله. شفتوا عامله ازاي؟ والله العظيم انا مبسوطه منها خالص، وطعمها حلو خالص ودسمه وجميله جدا، احسن من بره ب1000 مره. انا رحت اجيب كوبايه من بره لقيتها ب4 جنيه، والله هي معلقه او معلقتين بالظبط، مش كبيره. يعني لما هتجيب الاسره او اسره كبيره عشان الواحد ياكل منها ويشبع عايز 3 4 علب. شفتوا بقى الكوبايه دي قد ايه؟ ما شاء الله. الكوبايه دي مليانه. انا الحبه اللي هم فاضوا دول يعني فاضوا من ابني، ما قدرش يكمل الكوبايه من حجم الكوبايه. الكيلو اللبن عمل له 5 كوبايات او 6 كوبايات ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. وبألف هنا وشفا كده يا حبايب قلبي للي كل، وبألف هنا وشفا للي شاف الفيديو بتاعنا الجميل. ويا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم يا حبايب قلبي يلا بقى كومنتاتكم الجميله، واشتركوا في القناه بالله عليكم كده وشجعوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.